كوبايتين دقيق وكوباية مية مغلية، يلا نعمل بيهم احلى فطاير في الدنيا. عايزة كيس من الفانيليا، معلقة سكر، وهنزل برشة ملح بسيطة، وهبتدي انزل المية اللي بتغلي واحدة واحدة على حسب ما العجينة بتاعتك تبقى متماسكة، واوعي تحطي ايدك فيها لانها سخنة جدا. حطيت هنا معلقة زيت، وهبتدي كده اخدها بقى. دلوقتي حاسة ان هي بردت شوية، ايديا مستحملاها. هبتدي اني انا اعجن فيها كويس قوي. عجنتها وبقت ناعمه زي ما انتم شايفين كده. حطيت معلقه زيت كمان، اقل كمان من معلقه زيت، يعني شويه زيت صغيرين كده، بس عشان ايه؟ احاول اني انا المها بايديا، لان هي بتبقى ناعمه قوي لدرجه ان هي بتلزق في ايدك. فانت لما بتحط شويه دقيق او شويه زيت ما بتلزقش، وتقدري ان انت تفرديها زي ما انت عايزه. هنا حطيت شويه دقيق كده، هو رشه دقيق، وابتديت ان انا افرد. احنا عايزينها رقيقه خالص، يعني تبقى رقيقه، يعني سمكها خفيف جدا، ما تبقاش تخينه. هنا عندي القطاعه بتاعت الدونز، قلت هقطع بيها اول شكل. زي الفطائر الصغنونه كده، اللي هي الفطائر الهنديه، بتبقى جميله قوي زي ما انتم شايفين، وكمان بتنتفخ، بتبقى جميله قوي. هنا تاني شكل دون انا قطعتها كده على قرص اكنها قرص العيش. انا بحاول اشرح لكم على قد ما اقدر يا جماعه. ما تزعلوش من طريقتي. بحاول ان انا افردها كده على هيئه القرص بتاع العيش، يعني ما تكبريش اكتر من كده، هو ده قصدي اللي انا اقوله لكم. وهاخدها دلوقتي على الزيت على طول. واهم خطوه لازم ترشي عليها كده الزيت وهو سخن كده علشان تتنفخ. انا كمان لو كنت قدرت ان انا اكب عليها زيت كده قوي كانت بتتنفخ معايا جدا، بس انا عشان خاطر ايد بعجن وايد بحطه هنا، ما حدش بيساعدني طبعا. طبعا الولاد عايزين ياكلوا بس. فهنا برضو دي تاني واحدة كانت طعمها حكاية. والشكل التالت اني قطعته كده بالقطاعة او بالسكينة كده على هيئة صوابع، بقت منتفخة وطعمها حلو قوي وطرية، بجد طعمها حلو قوي. والفطائر دي مشهورة طبعا، كلنا عارفين في الهند هم بيستعملوها على طول في الاكل وفي الحلويات، في كل حاجة عيشتهم الفطائر دي مشهورة جدا. الكوبايتين بتوع الدقيق قطعوا كمية كبيرة قوي زي ما انتم شايفين، غير اللي الولاد كلوها. انا رشيت هنا عليها سكر بودر. جربوا الوصفة هتعجبكم قوي.